شوفوا هنا الأجواء رجعت طبيعية والموجة هدت من نفس المكان اللي كنا بنصور فيه المرة اللي فاتت، وكانت الموجة عالية جدا جدا. السلام عليكم. بنصور معاكم النهاردة فيديو جديد من اسكندرية، لكن النهاردة بنصور اسكندرية بعد هدوء النوة وتلاشي الأجواء الصعبة اللي شفناها آخر فيديو صورناه وقت نوة الفيضة الكبرى. بنصور من منطقة ستانلي ومن على كوبري ستانلي، ويا على جمال الجو النهاردة. مش عايزة أقول لكم سبحان مغير الأحوال. من يومين بس كان الجو صعب جدا ورياح شديدة وموج عالي ومطر وبرد، وحاليا بصوا الجو الله أكبر ما شاء الله، جو جميل جدا جدا. في لسعة برد طبعا في الجو لأن احنا شتا برضو، لكن بصوا الشمس طالعة والدنيا دافية شوية، الموجة هدت ما بقتش عالية قوي، وما فيش مطر النهاردة. يعني سبحان الله، هي اسكندرية كده كل يوم بحال. ممكن في نفس اليوم تبقى بتشتي الصبح وبعد الظهر تلاقيها الشمس طلعت والدنيا دفت والدنيا تمام. فلازم لو هتعيش في اسكندرية بتبقى يعني مرن، ممكن الصبح تلبس جاكيت، بعد الظهر تخفف شوية كده، الدنيا ماشية كده. أمواج ستانلي الشهيرة، بصوا السما فوق والسحاب، سبحان الخالق المبدع. بصوا كمان البحر واخد لون النهاردة جميل جدا، جمال الطبيعة في اسكندرية. يعني هو حقيقي اسكندرية أجمل مدينة في مصر حقيقة. هنا مشينا لقدام بقى شوية، هنسيب ستانلي وهنمشي باتجاه بقى جليم. المنطقة دي اللي ما بين كوبري ستانلي وما بين نادي المهندسين ونادي الأطباء وسبا باشا، يعني ما بين سبا باشا وما بين ستانلي. ده المشروع اللي في ستانلي اللي لسه ما بيكمل. بصوا المنطقة هنا منطقة كافيهات سي ووك، اللي قلت لكم المرة اللي فاتت ان هي مش شغالة حاليا، ولحد النهاردة برضو لسه مش شغالة، تقريبا في مخالفة او في حاجة مع المحافظة مش عارفين. والحقيقة الواحد بيتضايق جدا من الكافيهات اللي بتبقى يعني مدارية البحر وكده، لكن وقفها زي كده برضو يزعل. يعني الواحد بيقول الناس اللي شغالة فيها يعني ذنبها ايه، بس الارزاق بيد الله. ما علينا، احنا بنصور السحاب والشمس والبحر ومخلوقات ربنا اللي شكلها جميل قوي قوي النهاردة دي. بصوا بقى لما يعدي طير كده في وسط التصوير بيخلي الفيديو له طعم. طيور النورس طبعا منتشرة حاليا على البحر عشان الموجة والسمك على السطح. هنصورها كمان في جليم، هوريكم طيور النورس وهي طافية على المية، راسية كده على المية وطافية، يعني هي عاملة زي البط كده ما بيغرقش في المية أبدا. بصوا المنطقة هنا محليها شوية النخل الصناعي اللي هم حاطينهم دول. المنطقة بصراحة مصروف عليها كتير، بس لو تشوفوها وهي دلوقتي موقوفة وكلها زبالة والكراسي متبهدلة، منظرها يحزن يزعل.
وهنا وصلنا جليم، وده المكان المفضل بالنسبة لي. أنا بحب المكان ده جدا 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 جدا، بعيد عن دوشة الكورنيش، بتاخد جنب كده وبتقعد لوحدك، بتقعد بقى منك للبحر على طول، وراك النخل الجميل ده وفوقيك السما والسحاب ومنظر رائع. يعني بغض النظر عن الباركينج اللي بيبقى وراك ده، لان هو في الاول ما كانش باركينج اصلا، يعني هي المنطقة دي اتاخدت مع المطاعم واتعملت باركينج بعدين. شوفوا من هنا كمان، هو ده المكان اللي بقول لكم عليه. انت شايف سان ستيفانو، شايف جليم باي، شايف البحر والسماء اهم حاجة. والبحر النهاردة سبحان الله كان عامل تدريجات الوان كده حلوة قوي قوي قوي. يعني ده لون اللي في الاول ده، وبعدين لون ازرق بقى شوية غامق، وبعدين لون تركواز كده. سبحان الخالق المبدع، سبحان الله. يعني الواحد طول ما هو قاعد قصاد البحر ما بيقولش غير سبحان الله. شوفوا كمان هنا شكل النخل مع السحاب مع السماء، مناظر خيالية. ولا لوحات بقى ولا رسومات، دي لوحات ربانية طبيعية. المنطقة هنا الأول كانت مفتوحة بقى خالص على البحر، قبل ما يعملوا برضو شوية المطاعم اللي انتوا شايفينهم ورانا دول. شوفوا البحر النهاردة يعتبر عالي شوية برضو، بس طبعا مش زي آخر فيديو صورناه، كان عالي جدا جدا جدا. كانت الموجة يعني كانت مش طبيعية. النهاردة البحر منسوبه عالي، لكن برضو الموجة أهدى بكتير. وهنا طيور النورس اهي منتشرة جدا هنا على الشاطئ اهي، اللي بقول لكم هصورها لكم من شوية. بصوا راسين ازاي على المية، سبحان الله، طافيين ما بيغرقوش في المية. وحقيقي التصوير مش جايب نص جمالهم حتى، على فكرة شكلهم حلو قوي، بس للأسف عمر التصوير ما بيبقى زي العين العادية. لو شفت ايه مصور غير ما بتشوفه بعينك بيبقى له جمال تاني خالص. وهنا بقى وصلنا لشاطئ جليم اللي كنا بنصوره المرة اللي فاتت. ولو فاكرين المية كانت قد ايه عالية، وكانت مغرقة الرصيف اللي انا بوريه لكم دلوقتي ده. وقتها حتى قلت لكم ده الناس بتقعد على الرصيف ده، دلوقتي الرصيف مغمور بالمية. بصوا دلوقتي سبحان الله، الموجة هدت خالص والجو رجع تاني، والناس قعدت اهي على الرصيف زي ما بقول لكم. والبلوكات ظهرت، البلوكات يوم ما كنا بنصور ما كانتش ظاهرة من المية. شوفوا طيور النورس هنا مالية المكان. واخيرا وليس اخرا، برضو هنصحكم نصيحتي ليكم دايما، زوروا اسكندرية في الشتاء، هتلاقوها اجمل بكتير من الصيف، واستمتعوا باجواءها الشتوية الرائعة دي وجمالها وهي رايقة.
وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. ولو مهتمين باسكندرية وكل اخبار اسكندرية اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.